كثرة شكاوى الفلاحين السنة دي من الجمح، اللي يقول لي الجمح عنده أصفر، الجمح اتأثر بحشايش، الجمح 60 يوم وطلع سنابل. وخلي بالك هي أخطائنا احنا فلاحين، احنا اللي بنعمل الغلط ده، وبنرمي الأخطاء على حاجات تانية. وممكن الحاجات التانية مقصرة معايا، بس أنا في أخطاء احنا بنعملوها. يعني برضو جنة تعليق بيقول لي سنة مهببة، الجمح أصفر ويسد النفس. كل ما أروح عند الأرض ألاقي الأرض شكلها وحش ونفسي تنسد. هي شكلها سنة هباب. يا عم ليه؟ نعيب الزمان والعيب فينا. تمام؟ لا مش كده. لا بص، في حاجات كتير لا، الموضوع صعب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه مكملين معاكم عن زراعة الجمح في مصر، من الزراعة حتى الحصاد، موسم 2022 موسم 23. هو موسم صعب للأمانة، تغير المناخ فيه بطريقة 180 درجة. تمام؟ فالظروف الجوية اتغيرت، قلة الأمطار، الرطوبة العالية، الصقيع. يبقى النبات مش عارف يأقلم نفسه، يبقى أنا أزج مع النبات شوية. في ناس، يعني احنا لو انت طبقت اللي احنا بنقوله، احنا بقالنا في قنوات غيري، مش عارف زيتونه زراعيه، مهندس احمد سعيد، مش عارف مين رضا الشبراوي، في قنوات زراعيه كتير، غير الفلاح اليوم، غير الارض، غير يعني كل الناس دي بتتكلم زراعي. ان هما بيقول لك اتكلم، اعمل مثلا تجهيز الارض، حط دفعه تنشيطيه، حط سوبر، حط مش عارف ايه. في ناس بتحط وناس ما بتحطش. تلقى اللي بيقول لك الارض ما ظابطه معايا، بقول لك رش الحشائش بعد الري، بعد الارض ما تشيل الرجل، ما الارض ما تكونش غادقه، ما ترشش الحشائش قبل الري في ظل الظروف الجويه ديت، ما يكونش في جهاد، ما تخلطش دواء حشائش. في ناس بيقول لك انا برش 3 تذاكر جرنستال للفدان واربع تذاكر جرنستال، بحط على عبوه تذكره جرنستال. ما هو طبيعي هيأثر معاك على الحشائش على الجنب. ممكن تقول لك انا البقرات رشيت عبوتين للفدان، ما طبيعي هيجيب معاك، هيصفر لك الجمح معاك، ما طبيعي هيأثر معاك. يبقى انا برمي اللوم على المبيد الحشائش، وممكن لا انا ارش واحده بس وان الحشائش اثر. ما طبيعي في ظل الجو ده، الحراره والنبات مجهد، ما طبيعي هيأثر معايا. احنا متعودين قبل كده السنين اللي فاتت ان احنا بنرش الحشائش مثلا قبل الري مثلا باسبوع، مش عارف بثلاث اربع ايام، وكنا نقعد والدنيا كانت شاتيه والدنيا بتشتي وكلام من ده طبيعي. الوقت ده الوضع اتغير، الظروف الجويه مش مناسبه، فالمفروض تتبع الارشادات صح. اكيد المهندس انت من الموبايل قال لك رش بعد الري، المفروض الصح. تمام؟ فاثر معاك، يبقى طبيعي الجمح هيصفر معاك، يبقى زج معاه بقى، ما تسيبهوش لحد يقول لك احنا متعودين ان الجمح اصلا ما بيترشش يا عم مغذيات، وانا هرش الجمح مغذيات؟ ده هو رشه الحشائش وبروح بيها مع الكيماوي وكلام من ده. لا يا حبيبي، الوضع اتغير في ظل الظروف ديت. لا، الجمح متغير. في الناس الحمد لله الجمح عندها كويس زي ما انتم شايفين كده في الفيديو. لا، الجمح ده شكله حلو. انت الناس دي عملت ايه؟ الناس دي بص، روت ري مظبوط، ما تاخرتش لغايه المحياه على 21 يوم لحد شهر، 35 يوم ما فيش مشكله. رشه الحشائش مثلا قبل الري بيوم او بعد الري، بعد الارض ما شالت الرجل. تمام؟ ظبطت امورها، حطت تسميد، حطت رش مغذيات مره واثنين وثلاثه، حطت تسميد بتاعها، حاطه هيومك، حاطه فولفيك. الناس دي شغاله كويس، ما بتاخرش الري. ما تاخير الري برضو ليه عوامل بيأثر معاك على المحصول طبيعي. ما زرعتش بدري، الناس اللي بتزرع بدري، كل ده. ايوه كل ده. طيب الوضع التاني اللي انتوا شايفينه ده، اللي بعد كده هيجي لكم الفيديو دلوقتي، هنكمل الفيديو اللي هو مطلع سنابل وبتاع. ليه طلع سنابل كده؟ شايف انت الارض قدامك عامله ازاي؟ شايف الارض ناشفه والارض طلعت سنابل، الغله نص متر. والله انا بصورها وانا زعلان. طب ليه كده؟ ليه الناس توصل الغله توصل للمرحله دي والجمح يوصل للمرحله دي ليه؟ ده سببه ايه ده؟ اول حاجه زراعه بدري، تاني حاجه قله ري، قله تسميد، عدم الاستعانه بالجمح، عدم رش مغذيات، الكلام ده كله. ده طبيعي انه يحصل كده. ليه كده؟ ليه احنا بنعمل في نفسنا كده؟ ليه نرمي اخطائنا على الحاجات التانيه؟ نعيبوا الزمان ولا عيبوا فينا ليه؟
ليه احنا بنغلط؟ ان احنا بنأخر رايه المحياه ل 45 يوم و50 يوم، وعايز الزرع يبقى عندي كويس، عايز الزرع ما يسنبلش. انا الجمح يسنبل عندي على 60 يوم، ما يسنبل يا عم انت السبب. ترمي اخطائك على الناس ليه؟ رش، غذي ارضك. الارض الجو السنه دي مش مساعد. الشتاء كان بيبدا من معانا في شهر من نص 10، دلوقتي لحد دلوقتي مفيش شتاء، الرطوبه عاليه. ادعم يا عم النبات، عايز حاجات للاجهاد اللي انت عامل النبات الجو عاملها له، ساعده. ادي مغذيات، ادي مره واثنين وثلاثه. احنا عملت برنامج لرش ورقي للجمح، مغذيات وفطري، عشان دي برضه خلي بالك مواد فطريه اساسيه. ما انت الرطوبه والشبوره الحاجات دي بتاثر على الورقه، فعايزه حاجه فطري تزج معاها، حاجه للعفان. خلي بالك الميه مع الرطوبه مع الجو مفيش كده، فالجو مع كتر الميه خلي بالك الناس بتروي ما بتصرفش الميه، ما عدم صرف الميه دي بيعمل رطوبه في الارض، ما بيعمل اعفان في الجذور، فبرضه عايز حاجه فطري تفوق تقضي على فطر الاعفان ده في الجذور. تمام؟ انت بترش حاجات فطريه تظبط الدنيا معاك. فانا عملنا برنامج ورقي، عملنا فيديو كامل رش ورقي تقريبا كل 10 ايام كل 15 يوم. ايوه هو مكلف شويه بس هيظبط معايا الجمح. ايوه هصرف 1000 جنيه زياده، 2000 جنيه زياده، بس هلاقي جمح. مش هلاقي جمح مسمبل على 60 يوم السنبله طولها كده والله العظيم، والله العظيم انا بشوف الزرع بيصعب عليا. لا احنا ليه الناس تقول لك، واحد بيقول لك انا خايف اروي عندي 45 يوم وخايف اروي الارض. يا عم خايف انت هتحط تسميدك امتى؟ طيب يقول لك انا مش مروي التانية في طوبه عشان الجو سجع في طوبه مش هتلاقيك ماوي، الارض سجاعه. انت تستحمل اصلا. هو انت بتشرب في يعني انت المفروض ما تشربش بقى في طوبي بقى. طالما انت بتقول الارض ما تشربش في طوبي، انت كمان ما تشربش في طوب. هو ايه ده؟ الوضع اتغير، تفكيرنا المفروض نغيره. الزمن الايام القديمه ديت والتغيير المناخ لا اتغير، فالمفروض ندعم بقى النبات. يعني مع الريه ممكن نحط حامض فوسفوريك مع فولفيك. يا عم اديله والله ما تستخسر فيه حاجه. الجمح محتاج والله العظيم الحاجات دي. الرايه الثانيه مثلا رايه المحياه وهتروي خلال 5 ايام اسبوع، ادي حامض فوسفوريك، ادي بقيه تسميد الازوتي، ادي فولفيك مع الراي. هتدي رش مغذيات، ايوه هتدي رش مغذيات مره واثنين وثلاثه. احنا قلنا عملنا برنامج، البرنامج ما شاء الله عليه والله كامل متكامل، واخد فطري واخد مغذيات، واخد برضه مغذي، واخد فطري واخد مغذي، واخد برضه في قبل الطرد. يعني شغال معاك كل يعني من عمر 40 يوم لحد 90 يوم حوالي 8 رشات. ومتخيل 8 رشات والله رجعهم كلك في حدود 2000 جنيه تقريبا. 8 يعني الرشه مكلفك 200 جنيه و250 جنيه، مش فلوس. بس انت تبص لها انا هصرف 2000 جنيه فعلى جبر. يا عم ما انت لو ما صرفتش ال 2000 جنيه ما انتش واخد 5000 جنيه من الفدان كله. هيجيب لك 10 دب، هيجيب لك. ما اصرف عشان تلاقي حاجه تعملها، لاقي محصول. خلي بالك لو طلع سنابل بدري، اولا حبوب اللقاح ممكن تموت، السبله بتبقى قصيره ضعيفه، غلى طولها كده حاجه استغفر الله العظيم. يعني الفرق بين الفلاح اللي بيصرف، يعني مش اللي بيصرف، اللي بيعمل معامله صح والمعامله مش معامله صح، دي حاجات بسيطه تركايه. ان هو روى مظبوط، ما اخرش راي، عطى رشه مغذي كويسه، عطى رشه فطر كويسه، بيدعم باحماض بفولفيك بهيومك، بدي 2 هيومك مع الراي. ايه يعني بدي 2 كيلو هيومك مع كل راي؟ هيزعلني في حاجه ب 200 جنيه 300 جنيه، ايه المشكله؟ انا هصرف توتال، هعمل توتال كده مصاريف للجمع بكماويب كله، هصرف 5000 جنيه 6000 جنيه، بس في الاخر الاقي مثلا هنقول 24 ارداب في الفدان او داخل على 25 ارداب. لا هلاقي حاجه كويسه، مش انا هسيب الارض كده. انا مش مروي، انا يا عم هي رايه المحياه وخلاص على كده، وهروح على 45 يوم ماشي. يا عم بالله عليكم يا حبايبي، انا للامانه معلش انا اسف ان انا بتكلم بعصبيه، بس والله ده غصب عني. لا الوضع صعب.
احنا ياما اتكلمنا وياما نصحنا، ازرع في الميعاد المناسب، حط جرعه تنشيطيه، حط جرعه اولى، روي في الميعاد المظبوط، حط كيماوي، حط بوتاسيوم، حط رش ورقي، رش حشايش، رش مش عارف ايه، كل ده اتكلمنا عنه. والناس بتقول ايوه احنا الله يبارك لك ما شاء الله عليك واتبع القنوات التانية ونفس القصه، الناس بتتكلم نفس الكلام، بيقول لك رش اعمل، وبرضه نفس يعني مفيش يعني ناس مهندسين كتير بيتكلموا وبينصحوا والناس بتستجيب. بس في ناس تانية يقول لك الناس يبعت لك على الواتس انا عندي القمح مصفر، طب يا عم ده ايه سببه ايه؟ والله ده انا القمح مش عارف ماله، هو طبيعي الجو ده مش مساعد، فزج معايا يا عم، ما جابش معاك نتيجه الرشه ديت طبيعي، انت الجو برضه زوج كمان زجه بعد اسبوع 10 ايام ما تستجيبش معاك زوج تاني، رش حاجات كويسه عشان تستجيب معاك، تغير معاك، غيرت معاك شويه لا مش هستنى لسه، هستنى لسه لما تجيب نفسها بسرعه، عايز ازج معاها، ارش رشه 2 و3، ايه المشكله يعني؟ تمام. فرجاء يعني اهتم بزرعك شويه، اهتم بمحصولك. انا بقول لك انا عامل برنامج من 40 يوم لحد 90 يوم حوالي 8 رشات، متخيل 8 رشات منهم رشه فطر، ادي 1 2 3 رشات فطري، 2 عشان الصدى، وكام صدى واحده برضو فيها نحاس وكلام من ده، وكام رشه مغذى، 1 2 3 4 5 داخلهم كالسيوم بورون، يعني بسم الله ما شاء الله حوالي 5 رشات مغذيات. ليه؟ عشان اسند القمح محتاج، اللي يقول لك القمح مش محتاج مغذيات، لا في ظل الجو ده هوت لا محتاج، والله القمح محتاج. تمام. فبالله عليكم روي مظبوط، اختار الوقت الصح تروي فيه، روي على الحامي، اصرف، روي في طوبي واصرف ميتك على طول، ما تقولش وحط كمويك برضو، روي واصرف وحط كمويك قبل الراي واصرف ميتك على طول. ادعم القمح شويه بشويه مغذيات، رش ورقي، حط تسميد ارضي، ان كان حامض فوسفوريك، فولفيك، هيوميك، بوتاسيوم، نترات بوتاسيوم، اي حاجه هتحطها له والله هيغير معاك نسبه القمح معاك. ما تبخلش على قمحك، عشان تاخد محصول. للأمانة في ناس كتير القمح، والله أنا بشوف أرض، يعني أنا في أرض بشوف ناس أنا كنت بقول عليهم فلاحين، الأرض شفت العود كده طالع، تحس هو إيه، عود بين عود وعود كده عود، وطلع سنابل يعني على طول كده 50 سنتي، لا شكل الأرض وحش. على رأي الراجل أنا بروح عند الأرض نفس الإنسان، أنا لما بروح ألاقي أرض حلوة والله ببقى فرحان، ببقى نفسي مفتوحه كده، عايز اروح كل يوم اقعد عندها بس واتصور عندها. ليه يا عم؟ ايوه الغله زرع حلو بيشرفني. فانت اصرف شويه، اعمل برنامج لنفسك، هترش كل 10 ايام، كل 15 يوم رش للقمح. ليه؟ عشان تساعد معك. ممكن تنزل بسيليكات بوتاسيوم، ممكن تنزل بجروب لوم، تنزل بزنك، فولفيك، بالفا جروب، نترات بوتاسيوم، الحاجات دي كلها شغاله. احنا عملنا برنامج لو عايز تشوفه، برنامج رش ورقي للقمح، برنامج كامل من 40 يوم من اول الزراعه حتى لحد قبل طرد السنابل، هسيبه لكم في صندوق الوصف، يعني وهسيبه لكم برده في نهايه الفيديو لما تشوفوا الفيديو في الاخر كده. تمام. اتمنى يكون المعلومه وصلت، يعني للامانه اهتم بقمحك شويه. تمام. عشان للاسف الجو مش مساعد، فنساعد احنا بقى، نهتم شويه بقى عشان ناخد محصول كويس رجاء يعني. ولو عندك اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات، واحنا بنرد عليكم طبعا، وعندك اي مشكله اكتب لنا في التعليقات واحنا تحت امركم. ولو محتاج اي حاجه مننا الرقم اللي هو 012 800 976 تواصل معانا على الواتس، مفيش اي مشكله بنرد عليكم، بنحلوا اي مشكله طبعا. محتاج اي حاجه احنا تحت امرك، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.